امبارح حصل مشهد غريب قوي يعني. على مدار اخر سنتين في الكره المصريه في اكتر من مشهد انسحاب حصل في الكوره وفي قطاعات الناشئين، مسابقات السنيه الاقل، وفي الباسكت. الموضوع وصل للباسكت، مشاهد الانسحاب كترت. بس الغريب يا اخي ان دايما الطرف الذي لا يتضرر طرف مشترك واحد. يعني انت ممكن تنسحب وتاخد الدوري، وممكن ما تنسحبش وتاخد الدوري برضه. هتقول لي ازاي؟ اقول لك ما اعرفش. بتحصل هذا في عالم سمسم. هذا يحدث يا جماعه. 4 وقائع انسحاب تقريبا اللي يعني خدوا الضجه. لما الزمالك عملها فيه 24 واتخصم السته، ولما الاهلي عملها فيه 25 فبقوا 3، ولما حصلت ما بين الاهلي وبيراميدز لو تفتكروا في دوري الناشئين السنه دي. الواقعه دي كانت من حوالي 3 4 اسابيع. طبعا بيراميدز خسر المباراه. ولما حصلت امبارح بعد. خلي بالنا بقى عشان ده واحد كاره جديد لنادي الاهلي في وادي الزمالك، وهنشوف الايام الجايه كتير عشان بيهبط كتير. الراجل ده بيقول لك الانسحابات الفتره الاخيره كترت والمستفيد واحد، قصده على الاهلي طبعا. طب يا كابتن جلاليو، هو اسمه جلاليو، طب انت عارف انسحابات ليه؟ تعال اقول لك انسحابات ليه. اخر السنين 2019 اللي انت قلت عليها دي، 2019 اللي انت قلت عليها دي، الزمالك مش عايز يلعب الماتش عافيه يعني، بتاعت الاتوبيس، مش عايز يلعب الماتش عافيه، يقول لك اجل لي اتحاد الكوره فضلك، خلاص العب. ده اول حاجه. تاني حاجه الانسحاب التاني نادي الزمالك، ده كان السنه اللي فاتت لما كان عايز يغير اتحاد الكوره كله، يشيل عامر حسين، ومش عايز يعني عايز يتحكم، عايز يتحكم تحكم كامل. واتكلم على ماتش الاهلي والاتحاد بتاع الباسكت بتاع اول امبارح، واتكلم على ماتش بيراميدز الاهلي بتاع الشباب برضو اللي خلص، واتكلم على ماتش الاهلي اللي انسحب فيه السنه اللي فاتت بتاع الزمالك، وحكام السعوديه والساعه 10 ومش الساعه 10. بص يا كابتن اقول لك حاجه يا كابتن جاليليو، ماتش الاهلي والزمالك الاهلي انسحب فيه السنه اللي فاتت في رمضان، اللي خلوه الساعه 10 ونص ده، وجابوا حكام السعوديه، ليه اتحاد الكوره والرابطه عارفين هم غلطانين. في لائحه بتقول لك المباريات دي بحكام اجانب، دي فتفرق. ما علينا. تاني حاجه يا كابتن معلش، الاهلي لما يجي ينسحب، الاهلي دارس لوائح كويس، يمكن احسن نادي في مصر او اكتر نادي في مصر دارس اللوائح، لان الاهلي بيتعامل على طول مع بطولات عالميه وعارف الدنيا ماشيه ازاي. ده تاني حاجه. تالت حاجه يا كابتن، الاهلي لما انسحب من كاس مصر من سنتين، عارف ان هو مش هيخش كاس مصر اللي بعديه، وما دخلش السنه اللي فاتت كاس مصر. فين بقى؟ مستفيد واحد ايه؟ هم الفرق كلها بتيجي قدام الاهلي وبيعملوا حوارات وعشان يطلعوا شو، ما تعرفش بقى في ايه؟ انت بتتكلم في ايه يا كابتن؟ ما انت قبل كده كالزمالك 2016 2017 حاجه زي كده، اتسحبت قدام المقصه بضربه جزاء بتاعت احمد سامي اللي جت في ايده، هي ضربه جزاء وش يعني، نتكلم بصراحه، ولكن برضه انسحبت في الاخر. يعني انا قلت لك على الانسحابين بتوع الزمالك قدام الاهلي، انسحابين كوميديين والله. قلت لك على انسحاب الاهلي، معظم جمهور الاهلي او 50% من جمهور الاهلي كان مش عايز الاهلي ينسحب، ولكن في الاخر برضه اتحاد الكوره كان هو اللي غلطان، هو الربط بين المباريات الاهلي والزمالك وحكام اجانب. انت داخل عمال تهبد كتير ومستفيد واحد ومش مستفيد واحد، انت بتقول ايه؟ يعني انت حضرتك بتقول ايه؟ انا بقول لكم الراجل ده كان في برنامج في قناه الزمالك، بعد كده راح لبرنامج زملكاوي، برنامج زملكاوي ده اللي كان ماسكه محمد صلى الله يرحمه، الزملكاوي ده البرنامج الرئيسي